نفسي في كوبايه نسكافيه، نفسي في كوبايه نسكافيه، نفسي في كوبايه نسكافيه. كان يا مكان في سالف العصر والاوان انسان مصدع وتعبان علشان حته فنجان، بس ده مش اي فنجان، ده الفنجان اللي بيحول الانسان العادي لمبدع فنان. النسكافيه ليه؟ بحث. في أسطورة من زمان فات وفي إثيوبيا بالتحديد بتحكي عن راعي غنم كان كل يوم يقوم من النوم ياخد غنماته يتمشى بيهم شوية وآخر اليوم يلمهم ويرجع بيهم البيت. لكن في يوم جه يلم غنماته لقاهم مهيبرين وبيتنططوا زي المجانين. الراعي قعد يفكر ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ده اكيد مس شيطان شرير، وجري على الراهب بتاعه يستنجد بيه. الحقني يا مولانا، الحقني والحق شقى السنين. فالراهب سأله امتى اخر مرة قدمت قربان للاله؟ الراعي قال له غنماتي مش كتير وكنت متعشم ان الاله ما ينتظرش مني حاجة يعني. فالراهب سكت شوية وخد نفس عميق وقال له اللي رزقك والدولار ب15 يرزقك والدولار ب30. فالراعي قال له سبحانه، ورجع لغنماته وسهر جنبهم للفجر. ولاحظ ان الغنم اللي بياكل من الشجره الخضراء اللي هناك دي بيتصرف تصرفات غريبه، ولان محدش بيودي الانسان في داهيه غير نفسه فالراعي قرر ياكل من نفس الشجره وبقى زي غنماته بالظبط. فالراعي افتكر ان الشجره مسحوره، لكنها ما كانتش مسحوره ولا حاجه، دي كانت شجره قهوه عادي، واللي كاله هو والغنم كانت حبوب قهوه. ومن هنا عرف الانسان القهوه. لو اعتبرنا ان الراعي الاثيوبي هو مكتشف القهوه، فالشيخ الصوفي اليمني الشاذلي هو اول واحد قرر يغلي الحبوب دي ويشربها. ووصلت القهوه مصر مع الطلبه اليمنيين اللي بيدرسوا في الازهر، فحبه شربوها وحبه عرضوها زي اي حاجه جديده يعني، لدرجه ان السلطان العثماني امر بقتل شارب وساقي القهوه ومنع ذكر كلمه قهوه في اي مجلس، وكان بيمر على المجالس بنفسه علشان يتاكد ان محدش رافع فنجان قهوه قبل ما ينزل. وفي البرازيل وتحديدا في التسعينات الحكومه البرازيليه لقت عندها فائض كبير من حبوب القهوه، وعلشان تستفيد منه وما يضيعش زي كل سنه طلبت مساعده شركه نسله، علشان هنري نسله العالم الالماني كان اخترع قبل كده حليب مجفف للاطفال سريع التحضير. فالحكومه شافت انه انسب واحد للمهمه دي، وفي سنه 1938 نجح هنري فعلا في اختراع مشروب جديد من حبوب القهوه، وقدمت نسله الكافيه وسمته نسكافيه. هنري خد بوسه والله. وهنا أدرك طمطم الفطار وقامت تجري على الموبايل. الكيف بيذل برضه. قريت ان الانسان علشان ما يفضلش مصدع طول نهار رمضان محتاج يعمل حاجتين، يشرب ميه كويس ويغير ميعاد النسكافيه بالتدريج. انا حكيت لكم حكايه القهوه، احكوا لي انتوا بقى حكايه قله القهوه.